ازيكم يا شباب وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة يا جماعة لو انت عايز تسافر بولندا والفلوس اللي معاك على القد وعايز تجهز الملف بتاعها وتضمن تاخد التأشيرة، ان شاء الله النهاردة هعرفكم ازاي تاخد تأشيرة بولندا وبأقل التكاليف، وازاي تجهز الملف بتاعها بنفسك وتوفر فلوسك كمان. بس الاول لو انت اول مرة تشوفنا يا ريت ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتعرف على الإجراءات الخاصة بتأشيرة بولندا. يعني لو انت عايز تقدم على تأشيرة بولندا بنفسك، هعرفك ازاي تجهز الملف بتاعها، وكمان لو عايز توفر فلوسك هعرفك خطوات التقديم. بس طبعا لازم نعرف ان تأشيرة بولندا اسهل تأشيرة من التأشيرات، وخصوصا في حسابها البنكي. مش شرط يكون في حسابها البنكي طبعا مبالغ كبيرة. تأشيرة بولندا بتديك 90 يوم في قلب البلد. يعني حابب ان انت تقعد تقدم سياحة تدور على شغل، بعد كده عايز تحبب تقدم من خلالهم دراسة، المهم ان انت ليك 90 يوم في قلب البلد. بتسمح لك طبعا ان انت تتنقل ما بين 29 دولة اوروبية بعد دخول طبعا بلغاريا ورومانيا. الرد بيجي لك برضه على التأشيرة ديت بعد 15 يوم بالظبط، وبالكتير بيكون 30 يوم. اما لو ورقك ناقص فبيجي لك الرد بعد 60 يوم. تمن التأشيرة برضو يعتبر موحد، يعني مش غالي، هتلاقي 80 يورو. شوف اليورو بيعمل كام وممكن تدفع عادي بعملة البلد بتاعتك. تعالوا بقى نعرف خطوات التقديم على التأشيرة الشنجن بتاع بولندا النهاردة. خطوات التقديم الخاصة بتأشيرة شنجن بولندا: انت بتحمل النموذج شنجن بتاع بولندا وبتملاه وبتوقعه. بعد كده بتحدد ميعاد في مكاتب التأشيرات، لأن احنا عارفين مفيش مقابلات في قلب السفارة يا جماعة، المكاتب هي الوسيط ما بينك وما بين السفارة. فانت طبعا المكاتب ديت زي في اف اس جلوبال او تي ال اس كونتاكت. بعدين بتجهز الاوراق اللي احنا هنكلمك عنها واللي هتطلب منك، وبتترجمها للغة الانجليزية، وبتدفع تمن التأشيرة وبتستنى الرد. يبقى ديت بالظبط خطوات تأشيرة شنجن بولندا. يبقى نقولها كده في إيجاز يا جماعة: أول حاجة أنت بتملى النموذج الخاص بتأشيرة شنجن بولندا، بتوقعه. بعد كده بتحدد ميعاد في مكاتب في اف اس جلوبال، بتجهز الأوراق اللي احنا هنتكلم عنها إن شاء الله النهاردة، وبتترجمها للغة الإنجليزية وبتقدمها بعد ما تدفع تمن التأشيرة في مكتب في اف اس جلوبال أو تي ال اس كونتاكت، وبتستنى الرد مدة 15 يوم أو بعد 30 يوم بالكتير. تعالوا بقى نتعرف على الأوراق اللي هتطلب منك بالظبط. يعني الأوراق اللي هتطلب منك عشان تقدم على التأشيرة أو اللي أنت هتجهز بيها ملف تأشيرة شنجن بولندا. اولا كده زي ما قلنا النموذج الطلب الخاص طبعا بتأشيرة شنجن بولندا، وده عادي بتحمله من على الانترنت، بتملاه وبتوقعه. بعد كده طلب منك جواز سفر ساري، ولازم يكون في قلب جواز السفر ده على الاقل 6 شهور. برضه هيطلب منك صور شخصية حديثة، يعني ما تكونش راكن صور طول مرة على سنة مش مهم لسه الصور حلوة قدمها، لا، لازم أن تكون الصور حديثة يا جماعة. خدوا بالكم من النقط ديت لأن أحيانا الناس بتترفض منها. برضه هيحتاجوا منك تأمين صحي. اسم التأمين الصحي، الناس أول ما بتشوف اسم تأمين الصحي 30,000 يورو بيبدأ يقلق. يقول لك وأنا لو معايا 30,000 يورو إيه اللي هيخليني أسافر؟ يا عم الحاج استنى بس اسمعني. 30,000 يورو ده اسم التأمين. بتروح أي شركة تأمين بتقول له أنا عايز أعمل تأمين اسمه 30,000 يورو، بيعمله لك وبياخد منك مبلغ بسيط ما بيتعداش 500 جنيه مصر. بعد كده انت بتعمل خطة سفر. يعني ايه خطة سفر؟ ده يا جماعة ورقة سهلة جدا عشان الناس اللي بتبدأ تتقلق من النقطة ديت. خطة السفر ورقة مستند بتوضح فيه خط سير رحلتك، الأماكن اللي انت ناوي تزورها هناك في قلب البلد. ونصيحة: لازم تكون الأماكن دي قريبة من مكان سكنك وتكون في نفس المدينة اللي انت نازل فيها. برضه هيطلب منك حجز فندقي. حجز الفندق هنا يا جماعة تقدر تعمل ورقة الحجز الفندق ده بنفسك من خلال موقع بوكينج دوت كوم، والموقع ده يعتبر من أسهل المواقع اللي أنت تقدر تعمل من عليه، وأنا هسيب لكم الرابط طبعا بتاعها في قلب صندوق الوصف. يعني ممكن تعمل حجز الفندق بتاعك وتكنسله بعد ما تاخد التأشيرة، ما تقلقش من أي حاجة. بعد كده طلب منك حجز طيران ذهاب وعودة. والطيران ده برضه يا جماعة ممكن تروح أي شركة سياحية تقول له بعد إذنك ممكن تعمل لي حجز طيران مبدئي وهتاخد قد إيه، يقول لك مثلا 100 جنيه 200 جنيه. بيعمل لك في أي شركة طيران اللي أنت شايفها، ممكن يعمل لك مصر طيران، أي شركة طيران اللي هو شايفها طالعة على بولندا. بتاخد أنت طبعا ورقة الحجز دي بتحطها في قلب الملف بتاعك. يبقى كده عرفنا الحجز الفندق بيتعمل ازاي وحجز الطيران بيتعمل ازاي، يعني مش هتدفع فيهم فلوس.
قال لي حاجات رمزية يعني حاجات بسيطة. بالنسبة لحسابك البنكي قلنا يعتبر حسابك البنكي الخاص بدولة بولندا مش شرط مبالغ كبيرة على قد ما يكون في حسابك البنكي لآخر 6 شهور حركة، يعني في عملية إيداع، في إثبات دخل طبعا بيجي لك منين فلوس، في عملية سحب إن أنت بتصرف من الفلوس ديت، في عملية توفير إن أنت موفر جزء من الفلوس دي خلال 6 شهور، والفلوس دي هتقضي فترة أجازتك، ويا ريت تكون مدة الأجازة لما تيجي تقدم عليها ما تتعداش يعني 10 أيام بالكتير، تكون 10 أيام بالكتير. طبعا هتقدم بقى ورقة HR letter لو انت موظف، ديت الورقة دي ضرورية ويكون فيها اسم الشركة ورقم تليفون الشركة احتياط. طيب لو انت مثلا مش موظف وراجل شغال حر او راجل مثلا شغال وحرفي، هتعمل ايه؟ هتعمل طبعا اللي هو حاجة اسمها سجل تجاري وبطاقة ضريبية، والسجل التجاري ده برضو لو جيت تقدم بيه على اي تأشيرة لما يكون مر عليه سنة عشان برضو ما تاخدش ربط. خد النقط ديت بالتركيز، الناس تركز في الحتة ديت عشان يبقى واصل لها. يبقى السجل التجاري لازم يكون مر عليه سنة. في شوية أوراق كده ممكن إن أنت تقدمها زي أسامي الجواز، شهادة ميلاد أطفالك، في حاجات تانية برضه تثبت لهم حسن نيتك إن أنت كنت سافرت قبل كده، أي تأشيرات أو سفريات قديمة ممكن تقدمها، أي عقود أملاك برضه. ديت بالحاجات دي كلها لو أنت بصيت لها هتلاقي أمور سهلة مش صعبة. بعد كده بتاخد طبعا كل الأوراق ديت وزي ما قلنا بتترجمها للغة الإنجليزية، بتروح في الميعاد اللي أنت محدده في مكتب VFS جلوبال أو TLS كونتاكت وبتقدمها وبتستنى الرد وبتدفع تمن التأشيرة 80 يورو. بيجي لك الرد ازاي؟ عن طريق مكتب DHL، والمكتب ده او اي مكتب بريد تاني متعامل مع مكتب التأشيرات الخاصة بالدول الأوروبية، بس الأغلب بيجي لك عن طريق مكتب DHL. والمكتب بتاع DHL بياخد عمولة بسيطة ما تعداش 100 جنيه بالظبط بس. وبتعرف بقى ان ربنا كرمك وخدت التأشيرة او لا من خلال جواز السفر بتاعك، لان التأشيرة طبعا على جواز السفر اللي انت مسلمه. وطبعا دي كل حاجة خاصة بتأشيرة بولندا يا جماعة، بالتوفيق للجميع بإذن الله. ولو في اي استفسار تناسبونا في قلب التعليقات وانا في اقرب فرصة هرد عليكم، وشكرا لكم وبس كده.